شوية حاجات كده وعلامات وتصرفات هقولها لك تاخد بالك منها. تبص على اللي حواليك هتعرفك مين فعلا بيحب لك الخير، ومين لا مؤاخذة شمال تخلي بالك منه. صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان. في الأيام اللي احنا عايشينها دي أيام صعبة، أيام بتفرز الناس، أيام بتعرفك مين كويس ومين وحش. طب الموضوع ده يهمنا في ايه؟ الموضوع ده يهمنا لان الايام الصعبة دي انت محتاج تحوط نفسك بناس كويسة، ناس ولاد حلال، ناس تعرف تتسند عليها، ناس تديها ظهرك وانت مطمن. طب ايه هي العلامات دي وايه اللي تاخد بالك منه؟ ولاد الحلال والناس الجدعة هي اللي بترد غيبتك، هو اللي يدافع عنك في غيابك، هو اللي لما حد يجيب سيرتك بكلام وحش ما ينقلهولكش ويدافع عنك. اما الشخص المؤذي اللي ما بيحبكش هو اللي دايما هتلاقيه بينقل لك كلام وحش من الناس عنك ويقول لك ده انا جاي اقول لك عشان انت بس حبيبي. هنا بقى السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، هو ليه مع ان انت حبيبي والناس عارفة انك حبيبي وقلبك عليا الناس دي قالت الكلام الوحش ده في وجودك؟ والسؤال الاهم، هو انت ليه نقلت لي الكلام زي ما هو وما دافعتش عني بجد؟ من العلامات التانية اللي تعرف منها مين بيحبك ومين بيكرهك او مين قلبه خير ومين قلبه مش كويس، ان دايما ولاد الحلال الناس الطيبين المريحين هتلاقيهم اما تسأله عن حاله في اي وقت يقول لك الحمد لله في نعمة كويس. هتلاقيه شكوته قليلة، ما بيخزيش العين، ما بيخبيش الخير عنك لانه بيحبك واللي جواه كويس. اما اخواتنا الشمال اي وقت في اي حال هتسأله هتلاقيه بيشتكي ويطلع لك المشاكل ويطلع لك المصايب اللي في حياته ويركز على المصايب ويحسسك ان مفيش خير في حياته وكأنه بيخزي العين. بينما في المقابل تصرفاته كلها بتبين انه مش كده، وينطبق عليه المثل بتاع اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. من اهم العلامات برضو اللي تعرفك مين كويس ومين وحش، لما تبقى متنرفز او متعصب او في موقف وحش في حياتك هتلاقي اللي بيحبك بجد واللي قلبه عليك بيهديك ويحاول يدور معاك على حل ويخليك ما تاخدش قرار وانت متنرفز وما يزقكش على القرارات الانفعالية. اما الشمال لا مؤاخذة هو اللي يسخنك ويزقك على تصرفات ملهاش معنى ويأذيك. اللي هو مثلا تيجي تشتكي له من مراتك يقول لك يا عم طلقها، تيجي تقول له مش عارف الشغل كذا وكذا وكذا يقول لك يا عم روح قدم استقالتك. ومن اهم العلامات اللي ممكن تعرف فيها مين فعلا بيحبك واللي جواه خير ليك عن اللامؤاخذة الشمال، هو اللي دايما ما ينقلكش اخبار الناس التانية، وخصوصا الاخبار اللي ممكن تنرفزك، الاخبار اللي تخليك تحسد الناس، يسخنك على الناس. دايما الناس الشمال هتيجي يقول لك يا عم شفت فلان ده، هو ما قالكش انه جاب عربية جديدة، هو ما قالكش انه مرتبه زاد، هو ما جابلكش سيرة انه كذا كذا كذا. هتلاقيه دايما باصص في الخير اللي رايح للناس. وخلي بالك هو زي ما بينقل لك اخبار الناس التانية هو بينقل اخبارك للناس التانية. دي اهم العلامات اللي ممكن تفرز بيها الناس اللي حواليك، تعرف مين جواه خير ومين جواه شر. ودايما اللي جواه خير هتلاقيه بيتعامل مع الناس ان هي جواها خير، واللي جواه شر دايما متوسم الشر في الناس، زي ما بيقولوا كل اناء بما فيه ينضح. وتاني احنا بنقول الكلام ده مش عايزين ناخد مواقف من الناس او نخوفك من الناس، بس لان الايام الصعبة والظروف الصعبة بتحتاج انك تفرز كويس الناس اللي حواليك، تعرف مين حبيبك ومين عدوك، لان انت في الظروف دي مش هتعتمد غير على الناس ولاد الحلال اللي جواهم خير بجد. وصباح السعادة.